السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوز مستحق للنادي الأهلي اليوم بنتيجة كبيرة 6-1، ويثبت وسام أبو علي إنه مهاجم من طراز فريد. ولكن عايز أعرف وجهة نظرك فيما حدث من الجماهير قبل المباراة. خلينا نقول إن الجماهير غضبانة من آخر ماتش بتشوكا في بطولة الأندية للقارات، لأن كان حلم إن أنت تقابل ريال مدريد في النهائي، وكان الموضوع مش صعبة، كان سهل جدا. وكان فيه طبعا مكتسبات كبيره ان انت فريق افريقيا هتقابل بطل اوروبا، والجائزه كانت هتوصل لحوالي 4 مليون دولار، غير طبعا التسليط الاعلامي النادي الاهلي من كل قنوات والصحف الاعلاميه للعالم كله. فده كان غضب الجماهير. حصل النهارده ان في بعض الجماهير قالت وصلت رسائل للعيبه كده، وده كان غضبهم. المفروض كانت اللعيبه تلتمس العذر الجماهير. عايز اقول للاعيبه كره القدم انت بدون الجمهور ولا اي شيء. الجمهور هو اللي عملك، الجمهور هو اللي عملك نجم، الجمهور هو سبب في تألقك، الجمهور سبب في شهرتك. الكرة دايما، انا بقول الكرة دايما للجمهور، بدون الجمهور فقدت الكرة متعتها وفقدت لذتها. ولكن لو حصل بعض الهتافات من بعض الجماهير، كان المفروض اللعيبه تاخد الامر ان ده عتاب من الجماهير للاعبين، وده كان ونلتمس العذر. دي وظيفتك ودي شغلانتك، انت كلاعب كوره وظيفتك وشغلانتك ان انت تأدي وتكسب كويس. مش مطلوب منك طبعا تكسب على طول، ولكن مطلوب تأدي بدون استهتار. الجماهير الاهلي كانت زعلانه في الفتره الاخيره، سهر وافراح لبعض نجوم الاهلي. دي شغلانتك ولقمه عيشك وانت مش بتحافظ عليها، فما تزعلش النهارده ان حصل الكلام ده. ولكن الشيء المحزن ان في اخر الماتش كهربا قال للعيبه وكانه بيعاقب الجمهور: يا كهربا الجمهور ده هو اللي عملك، انت ما قدمتش اي حاجه للاهلي من ساعه ما جيت، انت كل مشاكل وغرامات كتيره جدا وسهر كتير جدا. فمحتاجه لعيبه الاهلي تفوق وتعرف انها بتلعب في اكبر نادي في افريقيا. محتاجه بعض اللعيبه تحس ان في النعمه اللي ربنا مديها لها، مش ان انت تسحب النهارده وتعاقب الجمهور. الجمهور ممكن يكون غلط في بعض التجاوزات، ولكن زي ما بقول جمهور الاهلي كبير، فما تجيش تعاقب الجمهور وانت ما تروحش ترد له التحيه. انت كنت ممكن تصالح الجمهور النهارده، صالحته بالنتيجه وبالاداء، شيء جميل جدا. ولكن كنت تروح تفرحوا وتصالحوا في المدرجات. يا اخي حط في بالك ان الجماهير دي رايحه لك بدري ودافعه فلوس، واللي سايب شغله واللي سايب بيته عشان يجي يتفرج ويتمتع ويشجعك. ما تعاقبوش، هو انت دي وظيفتك ودي شغلانتك وبتاخد عليها فلوس. نتمنى طبعا ان اللي حصل النهارده، طبعا مدير الرياضه طبعا في غضب شديد جدا على الكابتن محمد رمضان، لان كان الشناوي عايز ياخد اللعيبه ويحيي الجماهير، وكابتن محمد رمضان رفض، وباينه في الفيديوهات كتيره جدا رفض هو وكهربا. مع ان مدير الكوره حتى لو حصل بعد الهتافات فانت عارف ان دي عتاب محبين من الجماهير وليس بيهدم. ممكن تبقى معاك ان انت مفيش فرقه بتكسب على طول، انا معاك. ولكن انت الباتشوكا كان في استهتار في ضربات الجزاء، كان في رعونه في فرصه محققه هدف لكهربا من في انفراد في المباراه. فده كان غضب طبيعي، وضيع فلوس وضيع فرصه ان انت تقابل ريال مدريد. فانت التمس العذر للجماهير، وجماهير ساندتك كتير، وهي السبب في شهرة كل اللاعبين. ودي زي ما بقول لك ده شغلك ولقمة عيشك، فحافظ عليه. الجمهور دايما بيحس وذواق. لو شايفك جمهور مصر عامة وجمهور الكورة وشايفك بتأدي اللي عليك والتوفيق غاب عنك ساعات في ماتشات كتيرة جدا. يا كهربا لو هتلاحظ الاهلي ما كانش بيأدي وكان ممكن يتعادل او يتغلب، والجماهير كانت بتسقف له في المدرجات. حصلت مع الاهلي وحصلت مع الزمالك. ولكن لما الجمهور بيحس ان فيه تراخي منك، او فيه استهتار وفيه سهر وفيه انت ما بتطلعش اصلا لقمة عيشك، اصلا دي لقمة عيشك وده شغلك، وجاي بتعاقب الجماهير. اتمنى ان شاء الله ان اللعيبه تفوق لنفسها كده شويه، وتعرف ان بدون الجمهور مفيش كوره في مصر. وربنا يصلح الحال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.